كان نهار حلو، طقس دافي، سما صافية، وميرا فايقة بكير. ركضت تفتش على أمها فلقيتها بالمطبخ عم تحضر لترويقة، بيضة بزبدة ومقلاية بأشكال حلوة. حطت زينة أمها لميرا قطع البيض بالصحن وقالت لها: حناكل ونلبس تيابنا حتى نمشي بكير. لوين؟ روحي شوفي شنطتك على باب المدخل واحذري. ركضت ميرا على المدخل، فتحت الشنطة ولقيت فيها رفش وسطل ومرطب حماية من الشمس ومنشفة وعوامات. حزرتوا لوين ميرا رايحة؟ مزبوط، صرخت ميرا مبسوطة: رايحين على البحر؟ ياي! خلصت ميرا أكلها، لبست تياب السباحة وفوقهم تي شيرت وشورت، حملت الشنطة، نزلت على السيارة، حطت حزام الأمان بكرستها ونطرت زينة تدور السيارة. يوم حتشوفيني كيف شرت أسبح على ظهري. المدرب بيضل يقلي ممتازة ميرا، اليوم دورك أنت تقليلي. وصلت ميرا وزينة على المسبح. على المدخل لبسوهم قصوارة من ورق مكتوب عليها اسم المسبح ومرسوم عليها حوت أزرق. زينة قعدت تركب الشمسية بينما ميرا فضت شنطتها، حطت مرطب الحماية من الشمس، أخدت السطل والرفش وركضت صوب الشط حتى تعمر قلعة من الرمل. خلصت زينة تحضير الشمسية والقعدة وانضمت لميرا حتى تلعب معها. مرق شي ساعة قبل ما ميرا تتعب وتقرر تسطح على ظهرها. مدت إجريها صوب البحر، صار الموج يجي ويروح ويدغدغها. تسطحت زينة حدها، غمضوا عيونهم وغفيوا سوا. سمعت ميرا صوت موسيقي غميق وفيه صدى. بالأول افتكرته جزء من حلمها، لكن بعدين خوفها شوي ففاقت ولقيت إنه الصوت بعده موجود، كان جاي من عرض البحر. طلعت لبعيد بس ما شافت شي. لبست العوامات، نزلت بالمي وصارت تسبح صوب الصوت. سبحت كتير والصوت صار يقوى بس ما كانت تشوف شي، والشط صار بعيد فخافت. صحيح عند الحشرية تعرف شو مصدر الصوت بس ما فيها تبعد هالقد، فلفت صارت تسبح صوب الشط. لكن الشط بقي عم يبعد. كيف؟ وقفت سباحة، ما بقى في صوت، حست المي عم تسحبها لورا. انرعبت ميرا، شو عم بيصير؟ رجعت تسبح وتخبط المي بإيديها وإجريها وبكل قوتها، لكن بقيت المي تسحبها لورا أسرع وأسرع، وهالمرة كمان لتحت المي. كل شي صار أسود مثل الليل. شهيق زفير، شهيق زفير. سألت ميرا حالها: كيف قادرة أتنفس أحكي تحت المي؟ صارت تفتش حواليها عن مخرج. فجأة الصوت طلع مرة تاني، وهالمرة أقوى بكتير من قبل. رعبت ميرا، الأرض صارت تهز من تحتها ووقعتها. هي وعم تحاول ترجع توقف اجت ايدها على شي بلاستيك، تفقدته بأصابيعها، وإذ بيطلع مصباح. فبتضوي وبتحاول تستكشف هي وين.
بتلاقي حالها بغرفة كتير كبيرة مليان زبالة أشكال ألوان بكل زاوية، وما في مخرج إلا من ميلة وحدة، مغارة كبيرة. جربت تقرب صوبها لكن لقيت إنها بتودي لهاوية عميقة ما مبين نهايتها وين. رجعت لورا وجربت تلاقي مخرج تاني، وهون اكتشفت إنه أطراف الغرفة محاطة بشي بيشبه الخيطان. وقفت وتذكرت إنها حاضرة فيلم رسوم عن السمكة دوري. حاضرينه شي؟ السمكة دوري يلي بتدخل بتم حوت. مرحبا، انت حوت؟ بيرد عليها بصوته الموسيقي. انت ما بتاكل ناس صح؟ ليش في هالقد زبالة بتمك؟ عشان هيك ما بتطلع صوت. متضايق؟ زعلان؟ بتطلع يمين وشمال بتلاقي كيس بلاستيك. عندي فكرة. بتجمعهم وبتجمع فيهم كل شي في زبالة. أخدتها ساعات وساعات قبل ما تنظف كل شي. تربط كيس الزبالة ببعضها على شكل خط طويل، وبتقله للحوت: يلا كبني لبرا الفتحة، يلا تتنفس منا. نطرت ميرا بس ما صار شي، شكله ما فهم عليها. وهون فكرت كيف ممكن تفسر له شو لازم يعمل. عندي فكرة. فتحت ميرا واحد من كيس الزبالة وشالت منه مجموعة خيطان، صارت تدغدغ فيها لسان الحوت حتى فتح تمه وخلى مية البحر تدخل وتجرفها. مسكت ميرا كيس الزبالة وخلت المي تحملها وتكبها من الفتحة بأعلى الحوت على شكل نافورة. غطست ميرا وسبحت صوب الشط. هي وعم تسبح طلعت وراها، شافت الحوت عم يسبح بعيد. بس وصلت ميرا على الشط أخدت نفس. ميرا، بدك تبقي نايمة؟ لا، بدي كب الكيس الزبالة. أي زبالة؟ تتطلع ميرا حواليها بس ما بتلاقي الكيس، وبتفكر في حدا كبن. فينا نروح على البيت؟ ليه حبيبي؟ بكي شي؟ شو قصة أكياس الزبالة؟ تعبانة شوي، خبرك شو صار بقصة قبل ما نام. راحوا على البيت، أخدت ميرا حمام طويل، نشفت حالها، لبست بيجامتها وطلعت بالفرشة. خبرت الماما شو صار، قصتها هي والحوت. رجعت ميرا غمضت عيونها ونامت، وكل الوقت عم تفكر كم حوت في بعد، زعلان ومتضايق من كل هالزبالة يلي بالبحر. كم حوت عم يبكي ويغني بحزن بعمق البحر، ناطر حدا يسمعه ويجي يساعده. بقيت ميرا عم بتفكر حتى غفيت، وتوتي توتي توتي خلصت الحدوتي.